مساء الفل. الحلقه اللي فاتت الناس اتبسطت منها الحمد لله، وجابت لي مشاكل، وناس اتبسطت، وناس وقفتني وكلمتني، وناس قالت لي بتوع الجيمات كانوا كتير جدا جدا. الشباب الجيماوي اتبسطوا قوي، الشباب اللي بتوع الموتوسيكلات قافشين لسه ومكملين قفش وما عندهمش مشكله، العيال بتوع الكلاب كانوا بيسيبوا الكلاب عليا ومين دوت وهاتوا وجو كده، بس عادي هنكمل برضو. يعني عشان الامانه المهنيه احنا لازم نتكلم على البنات في الكافيهات. خلاص هي كده، معلش هي حكمت كده، تمام، عشان ما حدش يقول لك انت ماسك ناس وسايب ناس، تمام. طيب احنا هنتكلم على انواع البنات في الكافيهات، خلاص، وكل واحده عارفه نفسها، يعني كل واحده بتتفرج على الفيديو دوت هتعرف تطلع نفسها، واللي مش هتطلع نفسها هتطلع صاحبتها وتعمل لها تاج بعد اذنكم. الحلقه دي برضو الاسبوع دوت مش هنجيب ضيوف وهنصور في البيت، مش قادرين نعمل اي حاجه من الحاجات ديت بالاحداث اللي حوالينا. نحاول يعني نشارك الناس ديت باي حاجه وندعي لهم طبعا بعد الحوادث اللي عماله تحصل يعني. فمحتاجين ندعي لاهلنا في فلسطين واهلنا في لبنان، والحادثه بتاعت الاتوبيس بتاعت الطلاب النهارده ديت، ان شاء الله ربنا يرحمهم جميعا يعني، ويسامحونا ان احنا بنهزر ولا اي حاجه، بس الموضوع مطول واحنا محتاجين ان احنا يعني نجو في حياتنا، ما عندناش حل تاني يعني، ما فيش حاجه بايدينا. طيب اول نوع عندنا اللي هي البنت. احنا هنحاول نريليت الاول ما بين البنات اللي في الكافيهات والولاد. يعني عندنا الولد اللي هو كان بيقعد باللابتوب دوت بتاع الايكوس والكورت وكده، في الفيميل فيرجن بتاعه اللي هو البنوته الحلوه اللي بتيجي الصبح بدري ديت، تفتح اللابتوب تطلع ميتين الدنيا، عايزه تشرب كوفي وتفطر واكل هيلسي، وغالبا بتبقى حلقه على جرسون، تمام، بتبقى حاطه حلقه هنا او هنا عشان تبين لك ان هي يعني عندها حته مختلفه، تمام، وفاتحه اللابتوب 24 ساعه ومكالمات ومهمه فشخ، وركوهوليك جدا جدا. وهتلاقي معظم البوستات بتاعتها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا ان هي بتتكلم على موتيفيشن، وان قد ايه ان هي اندبندنت، وقد ايه ان هي تعرف تعيش لوحدها، وان هي مش محتاجه حد معاها في الحياه، تمام. طبعا هي عشان بس نبقى متفقين، هي بتخش كل يوم حمام الشغل ساعه عياط، تمام، على حظها وعلى حياتها المهببه، بس قدامنا عامله لنا الفيلم دوت. عينيها ورمه طالعه من الحمام، مالك؟ لا مفيش حاجه، بعدل اللانسز، تمام. تاني حاجه اللي بتقول لك انا مش محتاجه ان انا اتجوز ديت، ما تسمعش الكلام ده يا معلم. انت هتتكلم معاها، اول ما هتبتدي تربط معاها كلام وتبتدي تتصل بيها تقول لها روحتي، هي هتقدم استقاله خلاص. هي مش محتاجه ان هي تكمل شغل، كل الكلام ده تبقى اشتغالات، هي كل دوت عاملاه مؤقتا لحد ما ربنا يكرمها بابن الحلال. فانت ما تبقاش موضوع الحمار والجزره، ما تاكلش من الكلام دوت، تمام. عندنا النوع الثاني عشان بس يعني برضه نربط بالحلقه اللي فاتت، اللي هي البنت الجيماويه اللي طالعه من الجيم سخنه، مش سخنه يعني جسمها سخن يعني، وداخله على الجيم، تمام، داخله على الكافيه وعايزه تبين لنا ان هي لسه راجعه من الجيم. طبعا بتلبس الحاجات اللي هم بيسموها السبورت برا، والحاجات اللي هي والعياذ بالله ديت الغريبه، وتروح داخله لك وبرده معاها نفس الشيكر، تمام، وداخله وتروح بصلك كده، بس دي بقى ما بتعملش كده، تمام، دي سكواتس، يعني وهي واقفه تروح موقعه الشيكر ونازله مقنبره عشان تجيب البتاع، تمام. هو دوت الهدف كده، التمرينه نجحت، بتبقى غالبا بتتجوز الكابتن بتاعها خلاص. بس هي انت لو بصيت عليها هتفشخك، بس الكابتن بتاعها عنده صورها كلها من وهي صغيره قبل ما تبلغ لحد ما اكتملت انوثتها، تمام. انت مش المفروض ان انت تبص على اي حاجه فيها، ولو انت هتتجوزها ولا اي حاجه انت لازم تقبل بوجود الكابتن ما بينكم في السرير، هو هيقول لها على كل التفاصيل اللي لازم تعملها. فدي برضو حاول تبعد عنها شويه، وغالبا اول ما بتتجوزها بتفشول وبتتخن وبتنسى موضوع الجيم دوت خلاص، ويفضل لها الكابتن، عشان بس تبقى فاهم. عندنا النوع اللي بعديه اللي هو دول اكتر ناس بيصعبوا عليا وانا بحبهم، وكلنا استغلناهم وساعدونا في وقت من الاوقات، تمام. اللي هي مها، اللي هي بتاعت فيلم الباشا تلميذ، هنطلع صورتها عشان انا مش عارف اسمها مها ايه، اللي هو مها احمد، اللي كريم عبد العزيز حاول يوصل يعني صاحبها عشان يوصل لمين؟ لغادة عادل، هي دي بالظبط. فاحنا كلنا عندنا الشخصيه ديت في حد. البنت دي بتبقى اموره على فكره خلاص، انت لو بصيت لها امور ايام الاي سي كيو والام اس ان، لما كانت تبعت لك مثلا تقول لها انت شكلك عامل زيك، لو بعتت لك هتلاقي كل حاجه حلوه، عينيها حلوه، شعرها حلو، كل حاجه حلوه، بس هي كلها على بعضيها لما تشوفها فيها حاجه غلط، وغالبا بتبقى تخينه سيكه ومش ناويه تخس خلاص، منجار ومش منجار، هي مش ناويه تخس، هي حابه نفسيه كده جدا، وهي عارفه ان عندها كميه كلاكيع، لان هي خدت كميه خوابير لن تتخيلها. كل ما تيجي تتعرف على واحد وتقول هو دوت، شهرين يا معلم ويروح خاطب بسنت، شهرين وجايده بنت صاحبتها، رانيا بنت خالتها، فهي مفشوخه، بس هي ما بتزهقش. وعلى فكره هي بتبقى جدعه جدا، بتبقى لذيذه جدا، تخش تسلم على الناس كلها، وعندها ضحكه كده جميله، ما تعرفش هي بتضحك ولا بتعيط. انا بحبهم وكلنا بنستغلهم، هي سلمه، بس احنا كلنا محتاجينهم. وهي على فكره برضو هي عندها مشكله، هي تحب تتصور مع البنات الحلوه، يعني هي تشوف احلى واحده في المكان تروح متصوره معاها وحاطه صوره على الانستجرام عشان تلفت الانظار. طب احنا هنعمل لك ايه؟ ما احنا انت فاهمه، دي غريزه يعني.
البنت دي ما تحاولش تقرب لها، لان انت هتشيل كميه يعني دوشه ومشاكل وعقد نفسيه وعياط وحاجه بنت وسخه ما انت مش قدها. تمام. عندنا النوع اللي بعده اللي هي ده اخطر نوع يعني طبعا، اللي هي البنت الحلوه وعارفه انها حلوه. ودي كلنا كل واحد في دماغه جه واحده. ايوه انت شفت واحده وانا شفت واحده، كلنا عارفين. كل واحد كلنا ممكن نكون بنتكلم على نفس الواحده اللي هي بتخش الكافيه. هي عارفه يا معلم انا ما فيش زي. واول ما بتخش الكافيه بتلاقي كل حاجه، كلنا رحنا عاملين بوز كده ورحنا بص لها. البنت ديت في حاجتين انا بقولها للجيل الجديد لازم تعملها. تمام. واحد، لازم تديها الامان. يعني هي تيجي تقعد جنبك تروح انت ايه، مش لازم بقى توسع لها وتقعد تعمل لها كده. بلاش شغل الجيمات دوت، فاهمني ازاي؟ هي جايه قاعده ما انت قاعد عادي، ايه المشكله؟ ولا مهتمه، ما تحسسهاش ان انت فارق معاك. يعني ممكن تبقى معديه قدامك ما تقطعش نظرك، يعني هي تعدي كده مش لازم بقى تروح باصص بقى والبصه اللي تحت. هي فاهمه، هي عايزه كده خلاص، هي عارفه ان انت بتبص، انت ما تبصش. تاني حاجه، اكرف لها يا معلم، اكرف لها. انا كان في واحده كده في الكليه، تمام، يعني تعبتنا جدا، قعدنا فتره طويله جدا عايزين نوصل لها، ما حدش فينا عارف يتصرف. الحاجه الوحيده اللي خلتنا نتعرف عليها ان انا هبت باب الاسانسير في وشها وما قلتلهاش سوري. خلاص اول ما عملت كده هي ابتدت تسال مين دوت، مين ابن الصايع الفاجر دوت اللي شافني وراح مقرر ان هو ما يبصش على جمالي. فدي نصيحه للجيل الجديد اللي زي ديت، تكرف لها معلم، ما تبصلهاش. ما هي خلاص، ما كل الناس بتبص لها. والمشكله ان هي بقى اللي زي ديت يعني لا، يعني اوعى تحبها، يا هي تحبك لا. وهي المشكله ان هي مش هتحبك، هي يا اما هتحب عيل سرسجي ابن وسخه معفن، عيل بترسك. هي عاشقه للعلاقات المستحيله، اي حاجه توكسيك هي بتموت فيها. تمام. واحد متجوز عنده 7 عيال، واحد مسجون، واحد مات، هتقول لك اصل انا كنت بحب واحد ومات. هي عندها مشاكل ودي مش هتتجوز. وغالبا لما بتتجوز واحد معدي عليه قطر وبتطلق بعد كده وتعيش معقده وتوحش وحالتها بتوسخه. فمش هنبص برضو للقصه دي. بس بعد البنت الحلوه ديت طبعا الكلام وقف خلاص، خلص. يعني انا قفلت لك البنت الحلوه دي انت مش هتعرف تجيبها خلاص. عندك عندنا حته يعني انا بتردد وانا بقولها والله يا جماعه، بس هي بتوع المدرسه الالماني. تمام. دول ليهم كتاب اصلهم، دول احنا عاشرناهم يعني، هم ليهم كتاب. بص يا معلم، البنت بتاعت المدرسه الالماني ديت انت تعرف ان هي مدرسه الماني من هنا يا معلم، فكك منها خالص. خلاص بتاعت المدرسه الالماني ديت، وانت بتسهر وانت في السهره احلى واحده هتسهر، وانت في صلاه التراويح اجدع واحده بتصلي. تمام. وفي الحالتين ما تكلمهاش خلاص. ديت يا معلم لا محتاجاك ولا محتاجه فلوسك ولا محتاجه شقتك ولا محتاجه عربيتك ولا محتاجه منك اي حاجه، هم عايشين كده لوحدهم. وديت انت ما تختارهاش، هي تختارك، هي تشاور عليك تقول لك تعالى، تروح انت رايح زي البتاع، مالكش دعوه. العصمه في ايدها وتسيبها هي تتصرف. هم بيشتغلوا، هم بيجيبوا فلوس، هم بيسافروا، هم بيعملوا كل حاجه. البنت بتاعت الالماني دي ب 100 راجل، فما تقرب لهاش. ديت ليها كتاب لوحديها يا معلم، هي اللي بتختارك، هي اللي بتشاور عليك خلاص. عندنا نوع برضو اللي هي البنت اللطيفه اللي لسه مخطوبه. دول طبعا بيطلعوا ميتون يا ابونا. دول اول ما تسمع سويت ايه وبتاع وكلهم بيصوتوا وبتاع، دخلت لسه جايه من خطوبه كانوا عاملين افتر بارتي. ديت بقى اللي بتخش انا بتنفخ منهم. بس انت هتقولي انت بتتكلم على واحده مخطوبه ليه؟ بتفركش والله، بتفركش. ما تفقدش الامل يا معلم. بص اي واحده فيها الروح تمام، ما تفقدش الامل يا معلم. كله جاي بيتطلقوا وبيسيبوا، مالكش دعوه. عادي ركز برضو، حط زود اختياراتك. تمام. البنت ديت هتلاحظ حاجتين، او تعرف منين انها مخطوبه. طبعا انت الدبله هتخش في عينك، فاهمني؟ هي طول ما قاعده عامله كده، بتنادي الويتر كده، اي حاجه بتعمل لنا كده، فاهمني ازاي؟ لو هي سلمت عليك لازم هتروح شاطفه حته من طياره، حته من جلدك بسبب الدبله. تمام. انت ممكن تخش تسلم عليها تقول لها هاي انا علي. تمام. ايه ده انت اسمك علي؟ انا خطيب اسمه محمد، من دون اي لازمه. هي لازم هتجيب لك سيره خطيبها، اي حاجه هتحكي لك عن خطيبها، وفي الاخر خالص بيفركشوا وبيطلع ابن وسخه. بعد كده تقول لك ان هو كان جاي وقصه ما لناش دعوه بيها. بس البنت ديت برضه حطها في حساباتك، مفيش مشكله. في نوع تاني بقى اللي هي بقى مخطوبه وجايه بخطيبها تقعد بيه في الكافيه. تمام. دي قصه حزينه بنت وسخه، عايزك ما تركزش معاهم، لان انت لو بصيت لهم هتتعقد. بص، اول ما تعرف ان هما الاثنين اتخطبوا وابتدوا يجوا الكافيه، اعرف ان النهايه قربت خلاص. اللي بيخطب يا جماعه بيروح حته ثانيه خالص. خلاص اللي خطب وجا الكافيه وقعدوا هما الاثنين، والاثنين ماسكين الموبايلات وهي بتشيش وهو قاعد جنبها، هو جاي يشتغل اشارجي. تمام. هو قاعد عشان هي ما تناديش الويتر. يعني هي لو جت نادت بتاع الشيشه، ايه ده انت قاعده معاكي راجل. تمام. يروح نادي بتاع ولع هنا، هات لها الشاي بتاعها، هات لها النسكافيه. ولو هي مثلا جت قالت له النسكافيه مش حلو، هتلاقيه قايم وراح مبلدل النسكافيه بتاعها. هو جاي يقوم بدوره كراجل. تمام. الموضوع ده بيقف امتى؟ اول ما يطلب الحساب يروح ماسك التشيك مديهولها. تعرف ان الخطوبه ديت ممكن ما تكملش وعادي جدا يا معلم، وهي راجعه. غالبا البنت دي بيبقى اسمها اميره او شيماء. تمام. و 90% بتبقى محجبه، وبتلاقيها وهي قاعده كده بتبص من تحت لتحت، بس انت ما تبصش احتراما للراجل اللي معاها، مالناش دعوه احنا بالسكه ديت خلاص. عندنا نوع تاني اللي هي البنات بتوع الدهب والجونه خلاص. وانت هتعرفها، هتلاقيها لابسه السروال دوت، البنطلون الواسع وعليه بتاع كات كده. تمام. وهتلاقيها داخله مولعه سجاره
وعايزه تفهمك ان هي يعني في شويه رمله مثلا، في ريحه ملوحه، لازم تحسسك ان هي لسه جايه من البحر، هي مش فاضيه، هي جايه تقضي وقت كده. انا الاسبوع الجاي انا طالعه الجونه، انا طالعه شرم، كل حياتها سفر. تمام. بتبقى دايما كل طريقه كلامها على الطبيعه، على الخضره، على الرمله، ان هي بتركب جمل وتمشي على الميه، حاجات غريبه جدا. ودي يا معلم لو انت معاك عربيه وبنزينك كتير، خش معاها في العلاقه، هتتبسط جدا، هتسافر تقعد معاها كتير. بس هي بتبقى طالبه معاها بخلوه، فافهمها زي ما تفهمها. فاهمني ازاي؟ في عندنا النوع التاني، انا برضو ده النوع المفضل بالنسبه لي مثلا، يعني فاهم، اللي هي بقى معلم زي الفل، اللي عايشه في بيت لوحدها، او قاعده مثلا بتشتغل في القاهره وبتيجي هنا يومين ولا حاجه، دي زي الفل يا معلم. دي تعرفها منين؟ تسمع انجلش، اول ما تلاقي البي بي سي اشتغلت، اول ما تلاقي هاي ازيكم عاملين ايه مش عارف ايه، اول ما تسمع الكلمتين دول تعرف على طول انها جت. فاهمني؟ وديت بتبقى جايه، هي عندها تارجت، هي جايه تتبسط، هي جايه تسهر، هي جايه تشوف اخر الاخبار، مين خطب مين ساب مين بيتكلم مع مين. مش فارقه معاها اصلا انت، ولا فارقه معاها حد، هي كده اللي كده بتخرج كل اسبوع مع اللي هي عايزاه، فمش فارقه معاها ديت. عشان تتكلم معاها خلي العلاقه بتاعتك اكتر معاها على الواتساب، عشان تلحق تترجم جوجل ترانسليت يا معلم، لان هي مش هتعرف تكوب معاها، وهتلاقيها كل ما هي بتتكلم معاك اتس لايك كذا يو نو، اتس لايك كذا يو نو. انت مش هتعرف تصد معاها قوي، بس اشتغل معاها. تمام. وهتلاقيها دايما بعد الكافيه عايزه تخرج تروح حته تانية، لازم تبقى مجهز مكان تاني. في نوع تاني اللي هو انا بسميها ميسيس جوتشي، ميسيس بيربري، اللي هي بتخش براندات، هي مش تبقى عارفه سعر البراند بتاعها. يعني هي لو عارفه ان الشنطه اللي هي ماسكاها ب 250 الف جنيه مش هتحطها على الارض، يعني فاهم. انا بس بطلب منهم طلب، اللي بتبقى لابسه حاجه زي ديت يا جماعه، يا ريت تقول لي، يعني يا ريت قبل ما تشتري حاجه مضروبه تعرف هي بكام. ما هو يا جماعه ما هو احنا برضو مش متخلفين عقليا، انت الطقم اللي لابساه ده بمليون ونص، وبعد كده بتقسمي الحساب بتحكي في 5 جنيه، مستحيل. لازم تفهمينا. وديت غالبا عايزه تروح تاكل سوشي، هتطلع ميتينه، كل ما هتنزل معاها هتقول لك انا عايزه اروح اكل سوشي، هي عمرها ما شافت سوشي في البيت، اقصى حاجه بالنسبه لها رول يعني محشي، بس هي عايزه تاكل سوشي. ديت برضو انت مش يعني، هي هتتعبك، لان هي هتبقى بالنسبه لك حلم كبير جدا، وهي في الاخر خالص فاضيه، فبرضو ما تقربلاش. في نوع انا ما بحبوش وبقفش عليهم، اللي هي صديقه الشيشه، اللي بتخش تطلب مانجا فانيليا، شيشه مانجا فانيليا، صديقه بتاع الشيشه. تمام. وتخش تقعد تهزر مع بتاع الشيشه، وتيجي انت تكلمها تقول لك لا. فبرضو ديت ابعد عنها، ما تقرب لهاش.